لله ان احنا سمعنا كتير قوي وكلمة قرار ما ينفعش، لابد ان يصدر قانون من المجلس العسكري ومن رئيس الوزراء قرارات. بكره اللجنة تقول اقتراحات، ولكن محتاجين لقوانين فعلية. انتم تعلموا ان قانون العبادة الموحدة قالوا اكثر من سنين طويلة اليوم لم يزال. انا عاوز اقول لرئيس الوزراء رسالة من اولادنا بقى كل يوم البيوت اتملت اكثر من حالات اتخذت من اولادنا. ما السبب اللي عملوه؟ انسان بيدافع عن كنيسته موجود داخل الكنيسة لا ضرب حد ولا مختلف، لماذا ينضرب في داخل الكنيسة؟ ولماذا حرق الكنائس؟ ولماذا الاجتماعات كل يوم في بلد؟ انتم لا تعلموا كل يوم في بلد اجتماع السلفيين، والمجلس العسكري يعلم هذا والوزراء يعلموا هذا، لكن ده تاريخ. كل ما ياتوا على الاخبار يطردوهم لكي يطردوهم شويه من هنا وشويه من هنا ويتصالحوا. انا عاوز اقول لهم توبوا لانفسكم، توبوا لانفسكم، الله اقوى من الكل، ودم الشهداء صارت الى السماء وربنا يحرق هذا البلد. ونحن كأقباط لا نسقط اطلاقا عن مطالبنا وعن حقوقنا، لاننا واقفين وبنصلي الى الله الذي يعطينا حقنا. نحن من سنين طويلة احتملنا الظلم واحتملنا الاضطهاد واحتملنا سفك كنائسنا، يمكن من سنة 67 وكلهم يعلموا حرق كنائس، ضرب اولادنا بداخل الكنائس، في الوظائف، في الوزراء. هل ينسى 10 طرف ما حصل في قنا؟ والسلفيين قالوا هذا الكافر. احنا مش كفرة، احنا مش كفرة. انا عاوز اقول له ان البلد دي اصلا بلد قبطية مسيحية، وليس اسلامية اطلاقا. تلاحظوا محبة المسيح منذ ان دخل الاسلام سنة 640 احترمناهم وقدرناهم وحبأناهم واعطاناهم كل ما يحتاجون. هل يقبل النهارده كما يقول المشايخ السلفيين عندهم امريكا وكندا؟ لا، احنا ابناء مصر، هنعيش في مصر وهنموت في مصر. المحبين لنا اللي بيقفوا الواقفين معنا ونحن معنا يدا واحدة. لكن عاوز اذكر، اسمعوا لكلمة، اذكر السيد المشير ورئيس الوزراء كل يوم في بلد اجتماع للسلفيين ومخطط للسلفيين، ويعلم المجلس بهذا ويعلم رئيس الوزراء بهذا، ولست نعرف ما هو المخطط الآتي. كان يجب على شرف المشير يصدر قوانين وليس قرارات او بيانات. اين هي القوانين؟ صدر قانون بمحجنات قرار من ضمن القرارات، ولكن نحن كمسيحيين معتصمين من اطوال لاسكندريه في كنائسنا مرفوعه صلوات ليلا ونهارا. لا تفكروا الاعتصام تسبير فقط، بل اقول الحقيقة، الاعتصام من اسوان لاسكندرية لبلاد كل البهجة معتصمة الى ان ينظر الله الينا ويعطينا حقوقنا. بل اقول واصنعه ان جميع اقباط المهجر معتصمين امام السفراء
لماذا الظلم؟ لماذا الاضطهاد؟ لماذا حرق الكنائس؟ لماذا خطف البنات؟ لماذا اخذ اولادنا من بيوتهم؟ الا تعلموا ان في امبابه المشايخ يقولوا ده فلان ضرب ويروح ياخدوا من جيبه، ماشيين ورا المشايخ، وفي مكه ومشينا ماشيين ورا المشايخ، يعني يخرجوا البلد، ونحن اصحاب البلد بنبكي على كل دمعه منها وعلى كل رمله منها. هم لا ينسوا ان دم اخيك صارخ الي ودم كفاية ظلم، كفاية ظلم في الأخبار، كفاية تواصل في الأخبار، كفاية حط ميزانات الأخبار. ألا تعلموا أن اللي خطفوهم مقتولهم على ورق بلاط عشان يطلع بكرة أن آثار أسلم. هذا هي البلد التي نعيش فيها، ولكن يعلموا أن فوق القوي قوي وفوق الجميع هو الله الذي ينصرنا ويعطينا حقوقنا ويدافع عنا ونحن صامتون.